عايزك الأول قبل ما تكمل الفيديو ده تتفرج على ال7 فيديوز اللي فاتوا اللي بيتكلموا على أسباب البروكراستينيشن، وبعدين تعال أحكي لك بقى هنعمل إيه بالفيديوهات دي. نمرة 1، عايزك تقرر أنت بتتبع أنهي باترن من البروكراستينيشن، من التسويف. نمرة 2، عايزك تفهم حاجتين مهمين جدا. الحاجة الأولانية إن مفيش حاجة اسمها إن أنا هعتمد على عزيمتي بس عشان أغير الكلام ده ما بيحصلش، لأننا في الآخر ما نقدرش إن إحنا ننفذ كل حاجة بالعزيمة بتاعتنا، وإن العزيمة بتاعتنا دي ساعات بتبقى كويسة قوي وساعات بتقع مننا. وبالتالي ودي تاني نقطة، إن إحنا حتى لو حطينا بلان، ممكن جدا البلان دي أو الخطة دي ما تتنفذش كل يوم، وفي بعض الأيام تشتغل وبعض الأيام ما تشتغلش. فما تزعلش إن الخطة بتاعتك في بعض الأيام بتقع وبعض الأيام بتكمل معاك. طيب هنعمل إيه؟ يبقى 1، إننا هنكتب نوع التسويف بتاعنا. 2، عايزك تجيب كراسة كده وتكتب فيها 3 مواقف على الأقل التسويف اتحرك معاك إزاي، أو أنت أجلت الحاجات إزاي. هتبدأ تفكر إيه هو الموقف اللي أنت سوفت فيه. طيب وبعدين أنا كنت بفكر إزاي ساعتها، وكنت حاسس بإيه؟ إيه المشاعر بتاعتي اللي كنت حاسسها لما كنت قاعد بأجل الموقف ده وقاعد أقول لأ مش هعمله دلوقتي ومش لازم دلوقتي أو بخليها بكرة أو زهقت منه أو أيا كان نوع التسويف اللي أنت استعملته. يبقى هنعمل جدول هنكتب فيه الموقف اللي حصل فيه التسويف، وبعدين هنكتب فيه الأفكار اللي عدت علينا وإحنا بنعمل التسويف ده، وبعدين هنكتب المشاعر بتاعتنا وإحنا بنعمل التسويف أو إحنا بنعمل procrastination دي. بعد ما هتعمل الجدول ده جهزه عندك، عشان في الفيديو الجاي هقولك هتستفيد منه إزاي.